هنبدأ دلوقتي في الفيديو ده ان احنا نكمل الموديول الاول اللي ابتدينا فيه المرة اللي فاتت. الموديول ده من كورس Introduction to Cyber Security المقدم باي أكاديمية سيسكو. فهنبتدي ان احنا نكمل الموديول الاول ونخلصه كله في الجزئية دي. بداية هتلاقي ان بيبتدي بقى يكلمك على مصطلحات تكنيكال اكتر في السايبر سيكيورتي. دايما هتسمع في اي حاجة related بالسايبر سيكيورتي هتسمع objectives of cyber security, principle of cyber security. هتسمع CIA triad. كل ده بيريفير لحاجة معينة وهي الأهداف السايبر سيكيورتي بتهدف لتحقيقها على كل السيستمز باختلاف نوع السيستم اللي هتكلم عنه، سواء كان نتورك، سواء كان السيستم ده عبارة عن ويب ابليكيشن، سواء كان موبايل ابليكيشن، سواء كان انفراستراكشر، سواء كان سيستم بيضم اكتر من بيس اوف سوفت وير. فكل الحاجات دي بتهدف السايبر سيكيورتي انها تحقق الثلاث حاجات دول فيها: confidentiality, integrity, availability. فنبتدي نتكلم على الفاندمنتالز دي ونبتدي نتكلم عن اول واحد فيهم هو الكونفيدنشاليتي. confidentiality ببساطة شديدة جدا هو الحفاظ على سرية البيانات. يعني ايه؟ احافظ على ان الشخص بس اللي مصرح ليه هو بس اللي يقدر يشوف الداتا بتاعته. يعني ايه؟ يعني مثلا ان انا دلوقتي لو عندي بانكينج سيستم دلوقتي مفيش غير انا صاحب بس الاكونت اللي اقدر اشوف الرقم اللي موجود عندي في الحساب. طب اديني مثال تاني، اقول لك الداتا عن طريق الترانسميشن، الداتا وهي بتتنقل من سندر لريسيفر. دلوقتي انا ببعت لك ايميل بقول لك فيه ميعاد الميتنج الساعه 11، ما ينفعش حد يشوف الميتنج ده يشوف الرسالة اللي بعتت في الايميل دي غير انا وانت بس، لان احنا الاشخاص المصرح ليهم ان هم يقرأوا الايميل. ما ينفعش يجي شخص في النص دلوقتي ويقرأ ان ميعاد الميتنج الساعة 11. تمام؟ فهو بيعرفه لك بشكل نظري. تعالوا ناخد الشكل النظري ده ونبسطه. فهو بيقول لك being disclosed to authorized people. يعني ايه disclosed معناها يتم افشاؤه او ان حد يطلع عليه. فهو بيقول لك ان هدف الكونفيدنشاليتي ان هي تمنع اي محاولة ان شخص غير مصرح ليه ان هو يبتدي يشوف السنسيتيف داتا، سواء كانت الداتا دي بتتنقل through النتورك. يعني انا دلوقتي ببعت ايميل، فالايميل ده بيتقسم لمجموعه من الباكيتس وبتبتدي تتبعت عن طريق الانترنت كونكشن. فما ينفعش حد يشوف المسج دي during الترانسميشن او على جهاز السندر او الريسيفر. تمام؟ بنبتدي نتكلم برضو ان انا اقدر ازاي ان انا احقق الكونفيدنشاليتي، ازاي احقق البرنسبل ده. فبتكلم ان انا بحقق الموضوع ده عن طريق الانكريبشن، ان انا دلوقتي ببتدي اشفر البيانات. فالبيانات اثناء ما هي بتنتقل هتبقى مشفرة، والشخص بس اللي معاه المفتاح اللي بيفك التشفير هو بس اللي هيقدر يشوف ويطلع على البيانات دي. ايه تاني ممكن احافظ بيه على الكونفيدنشاليتي؟ ايدنتيتي بروف. ان انا دلوقتي اعمل حاجه اسمها اوريجين اوثنتيكيشن، بحيث ان انا ابتدي اعرف هل السندر ده هو الشخص فعلا اللي مصرح ليه ان هو يبعت او ياكسس على البيانات. وبعملها عن طريق الاوثنتيكيشن. زي ايه؟ زي سامبلي اليوزر نيم والباسورد. انا دلوقتي عايز اعرف انت مصرح ليك تستعمل الويب ابلكيشن بتاعي ولا لا. انا افترض دلوقتي انت عندك اكونت على سيستم الجامعه، فدلوقتي علشان ابتدي اعرف هل انت مصرح ليك انك تخش عليه ولا لا، فانت بتبتدي تحط اليوزر نيم والباسورد، ودي اسمها سنجل فاكتور اوثنتيكيشن. طب ايه التو فاكتور اوثنتيكيشن؟ ان انا ببتدي اتحقق على الايدنتيتي بتاعتك عن طريق تو فاكتورز: يوزر نيم وباسورد. ده فاكتور. الفاكتور التاني ان انت ممكن تبعت لي او تي بي، ابعته لك على الاس ام اس او الايميل وانت تحطه لي على الويب ابلكيشن. فبكده انا عرفت الايدنتيتي بتاعتك عن طريق اليوزر نيم والباسورد، وعن طريق كمان او تي بي انت بعته لك وانت حطيته. فكده عرفنا اول برنسبل وهو الكونفيدنشاليتي، الحفاظ على سرية البيانات، وان البيانات تبقى اكسسبل ومقروءة عن طريق الاشخاص المصرح لهم فقط. طب ايه البرنسبل التاني اللي موجود عندنا في السايبر سيكيورتي؟ الانتجريتي، ومعناه النزاهة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي
مش اي حد يقدر يخش على السيستم بتاعك يقدر يعمل موديفيكيشن، يقدر يعمل تغيير. ما ينفعش دلوقتي يبقى انت اكونت الفيسبوك بتاعك حد يقدر ياكسس اكونت الفيسبوك ويعدل في البوستس اللي انت كاتبها. ما ينفعش دلوقتي انت بتبعت ايميل لشخص وبتقول له الميتنج الساعه 11 وحد تاني يقوم مغير الكلمه بتاعت الميتنج الساعه 11 ويخليها الساعه 8 او 9. ما ينفعش حد يعمل تشينج على السيستم، ما ينفعش حد يعمل تشينج على الداتا وهي بتتبعت. طب ناخد مثال تاني، دلوقتي انت عندك في اكونت البنك بتاعك مثلا 5000 جنيه. ما ينفعش دلوقتي يجي واحد هاكر يقوم داخل ويأكسس السيستم بتاعك ويقوم مغير الفاليو اللي موجودة عندك في البنك ويخليها مثلا 100 جنيه بدل 5000 جنيه. كده هو بيعمل إخلال بالانتجريتي، بيعمل violation for integrity. تمام. فأنا إزاي بقى أتأكد إن الداتا بتاعتي أثناء الترانسميشن وأثناء ما هي أدرس ما بيتمش التلاعب فيها عن طريق أشخاص غير مصرح ليهم؟ فبستعمل حاجة اسمها الهاشنج والشيك سمز. دي عبارة عن value بديها لكل حاجة على السيستمز بتاعتي، فإن حصل change في الفاليو دي ببتدي أديتكت إن هنا حصل breach for integrity. ولناخد مثال لحاجة زي دي، في تول بسيطة بتوريني الهاش، هوريها لكم دلوقتي. التول دي اسمها هاش كالكوليتر. مش شرط التول دي، اي تول ممكن تعملها، بس انا بوريكم حاجه يعني فور اكزامبل. انا دلوقتي عايز احسب الهاش لاي ابلكيشن، ولنختار ويبكس، وده حاجه عامله زي الزوم بس بتاع سيسكو. هبتدي ادوس كالكوليت، ابتدى يديني هاش with different algorithms، كل واحد من دولت هو algorithm مختلف. تمام. فلو حصل اي تشينج في البروجرام ده الهاش توتالي هيختلف تماما. طب تعالوا نجربها في فايلات. نعمل احنا فايل دوكيمنت ونبتدي نتكلم فيه ونسميه تيست هاش. تمام. ندخل على تيست هاش ده ونكتب hello I am Anthony. تمام. تعالى نسيف وتعالى نبتدي ان احنا نتست على التول بتاعتنا ونشوف الهاش اللي بيحصل لو حصل تغيير في just one letter. تمام. فاحنا دلوقتي هنخش على الديسكتوب، نبتدي ناخد اللي هو تيست هاش، الفايل اللي احنا لسه عاملين له كرييشن، ونبتدي نكالكوليت. بصوا اتفرج معايا على الهاش فانكشن، اتفرج على الهاش دايجست اللي طالع من كل الجوريزم واحفظ الرقم. وبرضو علشان نتأكد ان حصل change او modification فخلينا نسيف الهاش. هاش saved. خلينا نشتغل على اي الجوريزم، ولنفترض هنشتغل على الشاه 256. فهنا A4 edit الهاش value اهي قدامي edit، دي هتبقى الهاش value الجديدة. اما انا دلوقتي هلعب في just كاركتر واحد. انا كل اللي هعمله ان انا هقول بدل كلمة هلو كده هقوم حاطط مثلا علامة ات. تمام. وتعالى نسيف الفايل وتعالى نحسب الهاش فاليو تاني. تمام. وادوس كالكوليت واخد الشاه 256 وتعالى نقارن الرقمين من بعض ونشوف هل حصل فعلا تشينج ولا لا. هتبص هتلاقي الهاش دايجست اللي طلع لي completely different، مختلف تماما. وده اللي انا عشان كده بستعمل الهاش علشانه، عشان لو جاست حصل اي موديفيكيشن في بت واحد بس من الداتا هيطلع لي completely different هاش. تعال نرجع للسلايدز تاني. هو بيقول لك اقدر اعمل انشور الانتجريتي عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما هاش فانكشن يا اما تشيك سمز. التشيك سمز دي بتبقى بعض الفاليوز بتتبعت في البيتس، هنتكلم عليها لاحقا في الموديولز الخاصه بالنتورك. فحبيت اوريك ازاي تشينج بسيط جدا ممكن يأثر على الانتجريتي بتاعت الداتا، نزاهه الداتا.
يبقى نختصر الكلام ده كله ونعرف الانتجريتي على ان هي ايه. ان انا عايز انشور ان السيستم ما بيحصلش عليه عملية تشينج او التر او موديفيكيشن، عملية تغيير، غير عن طريق الشخص اللي مصرح ليه فقط ان هو يغير في الداتا بس. طب كده احنا اتكلمنا على تو برنسبلز من البرنسبلز الفاندمنتالز اللي بتهتم السايبر سيكيورتي ان هي تطبقهم. طب ايه البرنسبل الاخير؟ البرنسبل الاخير هو برنسبل الافيلابيلتي. الافيلابيلتي يعني ايه؟ يعني السيستم يبقى افيلبل للاشخاص الاثورايزد، الاشخاص المصرح ليهم باستخدامه 24/7. يعني ما ينفعش انا دلوقتي جاي افتح اكونت الفيسبوك بتاعي والاقي الفيسبوك داون. ما ينفعش انا دلوقتي يبقى عندي سيستم بنك، والبنك ده دلوقتي انا بعمل عمليه ترانزاكشنز، عمليه تحويلات مهمه، والاقي دلوقتي ان اكونت البنك واقع، او التحويلات واقعه، او السيستم واقع، او ان انا مش عارف اكسس اصلا الموبايل ابلكيشن. ده بيخل بالافيلابيلتي. الافيلابيلتي هي ان السيستم يفضل على طول افيلبل 24/7 في اي كيس واي ستاندر واي تايم، على طول اقدر اكسس الابلكيشن بتاعي او السيستم او النتورك، واقدر اعمل عليها اي حاجه انا عايزها طالما انا شخص مصرح ليه بان هو ياكسس يوز الداتا. طب انا دلوقتي اقدر اتشيف وابرسيرف الافيلابيلتي ازاي؟ في عن طريق اكتر من حاجه، واهمها هي ان انا دلوقتي بعمل باك اب من الداتا ان كيس ان الداتا حصل لها اي مشكله، حصل لها ان دلوقتي ضربت برانسام وير، فيروس الفديه، ما عدتش قادر ان انا اكسس الداتا غير اما ادفع فلوس للهاكر. لا، انا عندي باك اب، الباك اب ده بيحميني ان كيس ان الداتا حصل لها اتضربت برانسام وير. طب في كيس تانية ان انا الهارد درايف نفسه اتحرق فيزيكالي باظ، فان انا بيبقى عندي باك اب من الداتا، بعمل بريسرفيشن لان انا دلوقتي الداتا بتاعتي هتفضل افيلبل ومعايا واقدر اكسسها لان انا معايا نسخه تانية منها. طب ممكن احققه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا دلوقتي ببتدي ان انا اعمل حاجه اسمها redundancy. كل حاجه بيبقى عندي منها اتنين. لو محتاج مثلا سيرفر، السيرفر ده بيشيل داتا معينه، فبيبقى عندي سيرفر تاني زيه، عشان لو حصل هاردوير فيلير في السيرفر الاولاني يبقى السيرفر التاني شغال. وبيبقى عندي عمليه الريدندنسي دي بتشمل اكتر من جزء، بتشمل اللاير 2، بتشمل السويتشز، بتشمل اللاير 3، وبتشمل كمان ان انا يبقى عندي بريسرفيشن لكل كومبوننت عندي في النتورك. يعني الفاير وول يبقى عندي منه 2، السويتش عندي منه 2، الراوتر عندي منه 2، على مستوى كل اللايرز بتاعت الاو اس اي موديل. الديفايسز اللي بتبقى موجوده دلوقتي على النتورك لازم يبقى عندي دوبليكيشن منها. خلونا دلوقتي نبتدي ناخد مثال عملي ونطبق عملي عشان نفهم اكتر ايه اللي بيحصل عن طريق السايبر سيكيورتي، ايه الاهداف اللي انا عايز اوصلها من السايبر سيكيورتي. فهنتكلم على الاوبجكتيفز بشكل عملي. دلوقتي احنا هنأكسس لاب، اللاب ده على حاجه اسمها بورتسويجر. بورتسويجر بتدينا لابس. اللابس دي احنا بنقدر عن طريقها نعمل عمليه سيموليشن، محاكاه للانفايرمنتس اللي بتحصل حقيقيه، فبتبقى لذيذه جدا وبتدينا يعني بتدينا زي ما قلت لكم كده محاكاه لايه اللي بيحصل جوه الاتاكس. طب خلينا نفتح تاني اللينك بتاع اللاب اللي انا عايز اكسسه دايركت. اوكي تمام، انا كنت بعمل عمليه اوثنتيكيشن بس دلوقتي هبدا ان انا اكسس اللابس. باي ذا واي اللابس دي كلها فري، وهسيب لكم اللينك بتاع اللاب اللي انا بحله دلوقتي ده في الديسكربشن عشان تطبقوا ورايا. في انتظار بس ان اللاب بيفتح. هنعرف بس ايه الاوبجكتيفز، ايه الاهداف اللاب ده بيسعى ان احنا نتعلمها. دلوقتي اللاب ده فيه حاجه اسمها ادمن بانل. هنشرح دلوقتي ايه ادمن بانل، بس نعرف بس ايه المطلوب مننا. بيقولك solve the lab by deleting the user كارلوس. تمام، احنا دخلنا على الويب ابليكيشن ده، لقينا ان الويب ابليكيشن طبيعي جدا، في لوجن، في هوم بيج، عبارة عن اي كوميرس ابليكيشن بيبيع بعض الابليكيشنز. بقدر اعمل فيو ديتيلز لكل برودكت، وبيديني البرايس بتاعه. مفيش حاجة غريبة هنا او حاجة ابنورمال.
بس احنا دلوقتي عايزين نحل اللاب ده وعايزين نفهم فكرته. في حاجه اسمها ادمن بانل. ادمن بانل دي بتبقى احدى السب دايركتوريز اللي موجوده عندي في اي ويب ابلكيشن، بقدر عن طريقها اتحكم في اليوزرز الموجودين عندي. يعني نفترض احمد ومحمد وجون عندهم كل واحد اكاونت على السيستم، ففي حاجه اسمها ادمن بانل، عن طريقها ان انا ببتدي اتحكم في اليوزرز وببتدي اتحكم في الداتا اللي بتظهر على الويب ابلكيشن. ده سيمبلي اللي بيحصل في الادمن بانل. طب انا دلوقتي مش عارف الادمن بانل هنا اسمها ايه، ففي فايل مهم جدا اسمه robots.txt. مهم ان الفايل ده بيبقى فيه كل الهيدن دايركتوريز. دلوقتي انا كديفلوبر وانا بديفلوب الابلكيشن بتاعي عايز اعمل هايد لبعض السب دايركتوريز بحيث ان مش اي حد يعرف يوصل لها عن طريق اليو ار ال. ايه السب دايركتوري ده؟ الدومين هنا هو academy.net، فاي حاجه بتيجي بعد علامه السلاش وهو سب دايركتوري. ولنفترض ان انا دلوقتي عندي مثلا على الويندوز، الاي درايف، بعد كده عندي يوتيوب سايبر سكيورتي فيديوز، بعد كده سيسكو انترودكشن تو سايبر سكيورتي. فده سب دايركتوري من اليوتيوب سايبر سكيورتي فيديوز، وده سب دايركتوري من الاي درايف. تمام. في السب دايركتوري خلينا نتخيله ببساطه، فهو زي فولدر موجود جوه فولدر اساسي. تخيلها بالشكل البسيط ده علشان تفهم الكونسبت. تمام. فانا دلوقتي عرفت ان this allowed administrator panel. يعني هو دلوقتي انا لو قعدت اجرب حاجات هنا في اليو ار ال، قعدت اجرب سب دايركتوريز، المفروض ما اعرفش اوصل لده لان انا مش عارف اسمه. لو جربت هنا مثلا كلمه ادمن على اساس انها ادمن بانل، فهيقول لي نوت فاوند. فانا علشان اعرف اسم الادمن بانل اللي الديفلوبر عاملها ومخبيها، فبروح للروبوس.txt علشان ابتدي اعرف الديفلوبر مخبي فين السب دايركتوريز. تمام. انا عرفت دلوقتي ان السب دايركتوري اسمه ادمنستريتور بانل، فبمجرد ما بعمل راوتنج للسب دايركتوري ده فببتدي اوصل لمين الافيلبل يوزرز اللي عندي على السيستم. فابتديت اديتكت ان عندي 2 يوزرز، فهو كان بيقول لي علشان تحقق اللاب ده لازم تعمل ديليت لليوزر كارلوس. طب انا دلوقتي هل انا مصرح ليا بالعمليه اللي انا عملتها دي؟ لا. طب انا دلوقتي عملت اختراق وبريتش الايه؟ دلوقتي عندي confidentiality integrity availability. قلنا confidentiality حفاظ على سرية البيانات، والشخص اللي مصرح ليه بس هو اللي يأكسس البيانات هو الشخص المصرح ليه بس ان هو يأكسس السيستم. فانا دلوقتي بمجرد ما دخلت على الويب ابليكيشن وان انا دلوقتي قدرت ان انا اشوف مين اليوزرز الموجودين عليه، فانا اخدت صلاحيات الادمنستريتور بما اني دخلت على الادمنستريتور بانل. فانا كده عملت اختراق، عملت بريتش فور كونفيدنشاليتي، انا غير مصرح ليا ان انا اكسس. طب انا هعمل عمليه ايه دلوقتي؟ هعمل عمليه التر وموديفيكيشن. حلينا اللاب. طب ايه الالتر والموديفيكيشن؟ ان انا غيرت على السيستم، ان انا خليت اليوزر كارلوس عملت له ديليت، فانا عملت عمليه التر، عملت عمليه موديفيكيشن. فكده انا خليت ايه بمبادئ السي اي اي ترايد البرنسبلز اوف سايبر سكيورتي، اخليه بمبدا الكونفيدنشاليتي. مبدا الكونفيدنشاليتي اللي بيهتم بان الشخص المصرح ليه بس هو اللي يعدل على السيستم، هو اللي يديليت والاد اليوزرز اللي هو الادمنستريتور. لكن هل انا مصرح ليا؟ لا. فانا دخلت دلوقتي عملت تشينج وموديفيكيشن على السيستم. طب انا برضو هل اخليه بالافيلابيلتي؟ لان انا دلت يوزر كامل اللي هو اليوزر كارلوس من على السيستم. فدلوقتي اليوزر كارلوس لو هو داخل باليوزر نيم والباسورد بتوعه مش هيعرف ياكسس السيستم بتاعي. فانا في الحاله دي عملت ايه دلوقتي؟ عملت بريتش فور افيلابيلتي، اثرت على الافيلابيلتي بتاعت السيستم. برضه لو مش واضحه تعالوا نشرح مثال تاني.
المثال ده بيتمثل في ان انا دلوقتي عندي بانكينج سيستم. البانكينج سيستم ده اللي بيحصل فيه دلوقتي كل واحد ليه اكونت على السيستم بتاعه، ولنفترض ان جيسون وعندنا نيك كل واحد فيهم عنده بنك اكونت. نيك دلوقتي صحي الصبح وجاي اكسس الاكونت بتاعه ولقى عنده 22 سنت، وده جيسون هو اللي عنده 22 سنت، ونيك عنده 1337 دولار في الحساب بتاعه. عن طريق استغلال الثغرة دي اسمها insecure object reference. ببساطة شديدة في اليو ار ال عندي حاجة اسمها، خلينا نقول انها perimeter. perimeter ده اسمه اي دي، كل واحد فينا ليه اي دي، بنك اكاونت يا عم نمبر. فانا دلوقتي لو لعبت في البنك اكاونت نمبر بتاعي اقدر ان انا اكسس واشوف البنك اكاونتس بتوع يوزرز تانيين. فالثغرة دي خطيرة جدا بحيث ان انا بخترق هنا الكونفيدنشاليتي، ان ما ينفعش اي حد يخش يشوف الداتا بتاعتي اللي موجودة على سيستم او يأكسسه غير الشخص المصرح ليه. لكن انا هنا دلوقتي نيك قدر ان هو يدخل يشوف جيسون عنده قد ايه فلوس عن طريق استغلال الثغرة دي، فهو عمل اخلال بالايه، بالكونفيدنشاليتي اوف الداتا.